قال قول لي، الجنيه بقى بكام النهارده؟ ولا بلاش احسن السيره دي بتزعل ناس كتير. طب تصدق بالله، الجنيه المصري اول مره تم صكه فيها كانت قيمته بتوازي ما يعادل دلوقتي حوالي 20,000 جنيه مصري ويمكن اكتر. من غير كلام كتير، حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الغلبان، عن الجنيه المصري. ايه يا ستي اللي هيدخلك في الجنيه؟ هو انت بتاع التاريخ ولا بتاعت اقتصاد؟ لا، اوعى تفهمني غلط. انا هكلمك عن تاريخ الجنيه المصري من اول ما تم صكه اول مره، امتى وفين وليه اصلا اسمه جنيه لحد النهارده، وكانت قيمته ايه وبقت ايه. وزي ما احنا متفقين وزي ما اتعودتوا معايا، لو عايز تعرف اصل الحكايه من البدايه يبقى يلا تعالى وركز معايا. في الحلقة اللي فاتت حكيت لكم عن العملات اللي أصغر من الجنيه، واتكلمنا عن حوالي 10 عملات كانوا أصغر من الجنيه، من النكلة للمليم للنص فرنك للتلات أبيض للساغ لغيرها وغيرها وغيرها. لو عايز تعرف حكايتهم ارجع للحلقة اللي قبل دي. إنما النهاردة هنتكلم عن تاريخ الجنيه المصري من أول بدايته لحد النهارده. بص بقى يا سيدي وصلي بينا على النبي، عشان حلقة النهاردة هتقلب علينا المواجع شوية. أصل اسم كلمة الجنيه متاخد من العملة الإنجليزية جنيه، ودي عملة كانوا الإنجليز بيستخدموها من أكتر من 400 سنة، وسموها كده لأنهم في الوقت ده كانوا محتلين أو مستعمرين غانا اللي كانوا بياخدوا منها الذهب اللي بيصنعوا بيه العملة دي. وكان تقريبا الجنيه أول ما تم صكه بيساوي 8.5 جرام دهب. وأول مرة تم صك الجنيه الذهب المصري كان سنة 1836، وكنا تحت الاحتلال الإنجليزي. وفي 3 إبريل سنة 1899 أصدر البنك المركزي أول جنيه مصري ورق، وكانت قيمته حوالي 7 جرام و4 من عشرة، وفضل كده لحد سنة 1914 لوقتها لما تم ربطه بالجنيه الاسترليني، وساعتها كان الجنيه الاسترليني بيساوي 0.9 من عشرة من الجنيه المصري. تخيل الجنيه المصري كان قيمته أكبر من الجنيه الاسترليني. في الخمسينات بدأ التراجع الاقتصادي لمصر، واتلغت كتير جدا من العملات المعدنية اللي كانت أقل من الجنيه، ده غير إن تم تخفيض وزن العملات لأقل من النص. وفي الستينيات وما أدراك ما الستينيات، في سنة 1967 تحديدا تم إلغاء كل العملات المعدنية اللي كانت بتتصنع من الفضة، وبقت بتتصنع من مسابيكة من الكوبر نيكل. وفي سنة 73 اتوقف إصدار المليم، وفي سنة 81 اتوقف إصدار التعريفة، وبقت أقل عملة مصرية هي القرش. وفي سنة 84 بقى الشلن من النحاس والريال من الكوبر نيكل، وبقت أصغر عملة نقدية متداولة هي الشلن. وفي سنة 92 بقت البريزة هي كمان من النحاس، وظهر لأول مرة الربع جنيه المخروم. ومع استمرار التراجع الاقتصادي في سنة 2005 أصدر أول جنيه معدني مصري. وقتها كان الجنيه المعدني بيتصنع من الكوبر نيكل، يعني سبيكة مصنوعة من النيكل والنحاس، والنص جنيه المصري كان بيتصنع من النحاس. وفي سنة 2008 تم إلغاء عملة الشلن والبريزة، وبقت أصغر عملة مصرية متداولة هي الربع جنيه المخروم. ووقتها بعد ما كان الجنيه يا عيني عليه بيتصنع من الذهب ونزل للكوبر نيكل، آخر حاجة وصل إن الجنيه بقى بيتصنع من الحديد الصلب المطلي، ويستمر الجنيه في حالة الدهورة اللي احنا شايفينها لحد النهاردة. بس يا سيدي، وهي دي حكاية الجنيه الغلبان من أيام لما كان ذهب لحد ما وصل إنه بقى حديد، ومن لما كانت قيمته بتساوي 8.5 جرام ذهب لحد ما بقى. ما تنساش بقى اللايك والشير للفيديو، ولو كنت لسه ما عملتش سبسكرايب أو اشتراك في القناة يلا بسرعة روح ودوس على زر سبسكرايب وفعل زر الجرس، عشان في الحلقة الجاية هحكي لك هي الفلوس دي بتتصنع فين
وازاي من اول الضرب خانة لحد الرويال منت. وما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية من حواديت الدكتور. سلام.